إن منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة مفصلية حساسة نتيجة لتراكم أزمات تاريخية متلازمة ومركبة التي جاءت متوافقة مع مصالح القوى الدولية والإقليمية، أدت إلى ما نحن عليه اليوم من حروب واحترابات تجاوزت فيه كل معايير النزاعات وقواعدها، وهذا ما قد يؤدي إلى رسم خارطة جيوسياسية جديدة مكلفة على حساب شعوب المنطقة ومكوناتها. ويقينا بأن الملف الكردي وبشكله الحالي خليط ناتج من تنازع وتقاسم تلك الأزمات والمصالح وبقواسم مشتركة، والذي نعتبرها قضية وطنية وبامتياز في كافة الأجزاء، وعليه ستبقى المنطقة على صفيح من النار ما أن بقي هذا الملف عالقا دون حلول وطنية وعلى أسس ديمقراطية، بحيث يشارك فيها كافة الفعاليات المجتمعية والمدنية والسياسية والشخصيات الاعتبارية في رسم ملامحه ودون تهميش أو إخصال مكوناته العرقية والأثنية، واعتمادا على ما تم ممارسته بحق شعبنا. ومن المسؤولية الملقاة على عاتق كل وطني كردي في الوطن والمهجر من أبناء روجافا، بادرنا نحن كمجموعة من طيف المجتمع المدني وبمساهمة الأطر الثقافية والسياسية والاجتماعية والنشطاء من الأفراد الحريصين على وحدة الصف الكردي، ساعين إلى تهيئة أرضية مناسبة لبناء حوار كردي جامع وشامل في روجافا كردستان، ليتم رسم الخطوط العامة لنضال شعبنا، وملبيا لتضحيات شهدائنا البررة، والتوصل إلى إيجاد صيغة توافقية على هيئة ميثاق وطني أو بصيغة شرف. لا يخفى علينا بأن سعينا هذا محفوف بصعوبات جمة، وسنتحمل وزر هذا الجهد الشاق مع تقديرنا لكافة المساعي والمبادرات الأخرى في سبيل إنضاج هذا الواجب الوطني. وللأسباب الآنفة الذكر نعتبر عملنا هذا مبادرة جماهيرية مساعدة ورديفة للمبادرات الأخرى وليس بديلا عنها، لا سيما المبادرة التي أطلقتها القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية قسد، وهي بدون شك نابعة عنها، لا سيما المبادرة التي أطلقتها القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية قسد، وهي بدون شك نابعة عنها، وعلى حرصنا الشديد في حماية مكتسبات شعبنا وتضحياته جسام، كما أنه يلقى التقدير والاحترام من كافة الأطياف المجتمعية والسياسية. وعليه فإن مبادرتنا هذه هي خطوة وطنية جادة ومتممة بامتياز لكافة الجهود السابقة المجتمعية والسياسية، كما وأن البنود الواردة في مسودة العمل هذه هي قابلة للتعديل والتصحيح بناء على توصيات وآراء شعبنا الكردي في روجافا كردستان. وكلنا أمل أن يتكلل عملنا هذا بعقد اجتماع موسع لكافة الأطر السياسية والمجتمعية في القريب العاجل. سنبذل قصارى جهدنا في سبيل تحقيق المرتكزات التالية: أولاً، التأكيد على أن الشعب الكردي في سوريا هو مكون تاريخي وأساسي يعيش على جغرافيته مع باقي الشعوب المتآخية في روجافا كردستان، مكونا معه إرثاً ثقافياً ومجتمعياً يجب الحفاظ عليه وتطويره. ثانياً، السعي الجاد لإحياء كافة المبادرات والجهود التي بذلت في سبيل إيجاد إطار جامع وشامل للقوى الكردية بمختلف مشاربهم وتطلعاتهم، لا سيما مبادرة القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية. ثالثاً، التأكيد على حماية المكتسبات العسكرية والإدارية وتطويرها، لا سيما القوات العسكرية التي نعتبرها من المكاسب الوطنية السيادية كردياً وسورياً. رابعاً، العمل سوياً للوصول إلى عقد مؤتمر وطني كردي أو اجتماع موسع في روجافا كردستان يحضره كافة الأحزاب السياسية والقوى السياسية وفعاليات المجتمع المدني للوصول إلى مرجعية كردية جامعة وموحدة. خامساً، التعاون مع كافة المكونات الوطنية السورية الغيورة على مستقبل وحدة البلاد والدفاع عنه ضد كافة أشكال القمع والإنكار والاحتلال، والإقرار الدستوري بالحقوق القومية للشعب الكردي وحقوق المكونات المتآخية معه في روجافا كردستان. بناء على ما ذكر إعلام من بنوده بياننا هذا، سيتم الإعلان عن تشكيل لجنة المساعي الحميدة في ضوء ما يتمخض عن الاجتماع العام والقيام بدورها المنوط بها في رسم آلية العمل والانطلاق بها في أقرب فرصة ممكنة. حساسية الظروف الذاتية والإقليمية والدولية يحتم علينا التحرك بسرعة دون أي مماطلة، كما نتلمس من كافة الوطنيين التفاعل الإيجابي والتجاوب مع مسعانا في هذا، أحزابا وفعاليات اجتماعية ومؤسسات واتحادات ونقابات مهنية في تغليب المصلحة القومية على المصالح الأخرى وتذليل العقبات والوصول إلى تطلعات شعبنا نحو الحرية والديمقراطية في رسم خريطة المستقبل الذي طال انتظاره. اللجنة التحضيرية للمبادرة الجماهيرية في وحدة الصف الكردي